لك على 4 حاجات يقدروا يساعدوك تماركت للبراند بتاعك على انستجرام. اول حاجه انك تعمل اوبتمايز للبروفايل بتاعك. البروفايل بيكتشر لازم تكون فيها اللوجو بتاعك او اي elements بترفلكت البراند. كمان البايو لازم تكون بتستيت كويس البراند بتاعك عباره عن ايه وايه السيرفيسز اللي بتقدمها، وكمان لازم يكون في لينك بيدايركت للويب سايت بتاعك. تاني حاجه انك تقدر تستغل الانستجرام ستوريز من خلال ان انت تعرف الناس بالابديتس بتاعت البراند بتاعك، وكمان هتقدر ان انت تيوز some elements بتكون interactive، وكمان الفيتشر بتاعت السوايب اب اللي بتكون موجوده في الستوريز لو انت الاكونت بتاعك معدي ال 10k. تالت حاجه ان الفيجوالز اللي انت بتستخدمها على البيج بتاعتك على الانستجرام تكون هاي كواليتي وتكون appealing للعين. لازم تستخدم في الفيجوالز بتاعتك ثيم معينه بارت دايركشن محدد. كمان ما تنساش ان الكابشنز مهمه جدا ولازم تكون بتريليت للجول اللي انت حابب توصل له من خلال الكونتنت ده. رابع حاجه واهم حاجه هي ان انت تستخدم الانستجرام ريلز. في كونتنت كتير بيكون ترندي زي الاوديو ساوندز اللي انت بتقدر تستخدمها في الريلز بتاعتك عشان تقدر تعمل اتراكتيف ريلز. تقدر كمان من خلال الريلز ان انت تصور فيديوجرافي وتوري الناس السيرفيسز اللي انت بتقدمها سواء برودكتس او اي حاجه تانية، وتعرف الناس اكتر على البراند بتاعك من خلال الفيديو كونتنت. ده بيعلي الريتش للانستجرام بيج بتاعتك. لو عايزنا نساعدك ان انت تقدر توصل لاعلى ريتش من خلال الماركتنج للبراند بتاعك على انستجرام، تقدر تبعت لنا على الدي ام.